ايه اغرب حاجة شفتها في الجو قبل كده؟ مطر؟ رعد؟ تلج؟ طب ايه رأيك بقى لو قلتلك ان في اماكن في العالم نزل عليها سمك من السماء، او ظهرت فيها غيوم باشكال مش طبيعية خالص، او حتى حصل فيها عاصفة رملية خلت السماء لونها احمر دموي؟ الطقس طول عمره حاجة غامضة وعجيبة، ساعات بيبقى متوقع وساعات بيبقى مفاجئ لدرجة تخلي الناس مش مصدقة اللي بيحصل. في اماكن كتير في العالم حصل فيها ظواهر جوية غريبة جدا كأنها جاية من كوكب تاني. بعض الناس اعتبروها علامات من السماء، والبعض شافوها مجرد أحداث علمية نادرة، لكن في كل الأحوال الحاجات دي كانت مرعبة ومذهلة في نفس الوقت. النهارده هنحكي لكم عن اغرب الظواهر اللي حصلت بسبب الطقس، حاجات لو حد قالها لك من غير دليل هتفتكره بيهزر. جهز نفسك لرحله مليانه مفاجآت، لان اللي هتشوفه النهارده هيخليك تبص للسماء بطريقه مختلفه تماما. اهلا بيكم، يلا بينا نتعرف على اغرب حاجات شافها العالم بسبب الطقس. تخيل انك ماشي في الشارع وفجأة تحس بقطرات بتنزل على دماغك، ترفع راسك علشان تلاقي ان السما مش بتمطر مية ولكن بتمطر سمك. ايوه، سمك حي بيتنطط في كل مكان. المشهد ده حصل بالفعل في كذا مكان في العالم، واشهرهم مدينة يورو في هندوراس اللي بيحصل فيها الظاهرة دي كل سنة تقريبا. الناس هناك بقوا متعودين عليها لدرجة انهم بيسموها مطر السمك او لوفيا دي بيسز بالاسبانيه، وبيستنوا الحدث ده عشان يجمعوا السمك الفريش اللي بيقع من السما ببلاش. طب ايه اللي بيخلي حاجه زي كده تحصل؟ العلماء بيعتقدوا ان الظاهره دي بتحصل بسبب العواصف القويه والاعاصير اللي بتمر على البحيرات والانهار القريبه، بتسحب السمك من الميه لارتفاع كبير جدا، وبعد كده مع هدوء الرياح السمك بيبدا يقع على الارض زي المطر. واحيانا السمك بيبقى لسه عايش وبيفضل يتحرك على الارض بعد ما بيقع، في مشهد اقرب لافلام الخيال العلمي. ومش بس في هندوراس، الظاهرة الغريبة دي اتوثقت في أماكن تانية زي الفلبين وسريلانكا وحتى أستراليا. واللي بيحصل مش مقتصر على السمك بس، ده فيه تقارير عن مطر ضفادع وعناكب وحتى تعابين في بعض المناطق. تخيل بقى لو صحيت الصبح لقيت شوارع مدينتك مليانة سمك نازل من السماء، هتعمل ايه؟ تخيل تصحى الصبح تبص من الشباك فتلاقي السما لونها احمر دموي كأنك في كوكب تاني. المشهد المرعب ده حصل فعلا في اماكن كتير في العالم بسبب عواصف رملية قوية غطت مدن كاملة وخنقت كل حاجة حواليها. وواحدة من اشهر العواصف دي ضربت استراليا سنة 2019 لما الغبار غطى ولاية نيو ساوث ويلز وخلى الرؤية شبه معدومة، والناس كانوا حاسين انهم في فيلم نهاية العالم. طب يا ترى ايه السبب؟ السبب رياح عنيفة بتمر على الصحاري بتشيل معاها اطنان من الرمل والغبار وبتخلي السما تاخد لون غريب. والعواصف دي بتحصل بشكل متكرر في دول زي السعودية والعراق ومصر، واحيانا بتكون قوية لدرجة انها بتوقف الحركة تماما في الشوارع والمطارات وبتخلي التنفس صعب جدا. تخيل بقى انك تفتح باب بيتك تلاقي الدنيا كلها غرقانة في اللون الاحمر. مشهد مرعب، صح؟ تخيل كمان تبص لفوق فتلاقي السحب عاملة أشكال غريبة كأنها مش حقيقية، ومن أغربها سحب الماماتوس اللي بتبقى على شكل فقاقيع ضخمة متدلية من السماء وبتظهر قبل أو بعد العواصف الشديدة. وفي كمان السحب العدسية اللي بتاخد شكل أطباق طايرة فوق الجبال وخلت الناس زمان يفتكروها سفن فضائية. ده غير السحب المتدحرجة اللي بتكون زي أنبوبة طويلة بتمشي في السماء كأنها تعبان ضخم بيتحرك. الظواهر دي بتثبت إن الطبيعة مليانة مفاجآت، فالمرة الجاية اللي تشوف فيها السما خد بالك، يمكن تلاقي سحابة مش عادية فوقيك. تخيل انك ماشي في مكان جليدي وفجأة تلاقي كرات تلج ضخمة مرمية على الارض كأن حد كان بيلعب بيها، بس حجمها كبير جدا. المشهد ده مش لعبة ولا مقلب، ده ظاهرة طبيعية نادرة بتحصل في بعض المناطق الباردة. والظاهرة دي بتظهر لما بيكون في طبقة رقيقة من التلج فوق الجليد والرياح القوية بتبدأ تحركه ببطء، فيبدأ التلج يتجمع على شكل كرات تكبر مع الوقت زي لما بتعمل كرة تلج بإيدك. ولو الظروف كانت مثالية الكرات دي ممكن توصل لحجم أكبر من كرة القدم، وأحيانا بحجم عربية صغيرة. وفي سنة 2016 شواطئ روسيا شهدت آلاف الكرات الثلجية الضخمة اللي اتكونت لوحدها على ساحل خليج أوب، وكانت المناظر أشبه بفيلم خيال علمي. والغريب إن الكرات دي بتتشكل بأحجام متساوية تقريبا وكأنها معمولة بإيد فنان محترف. والظاهرة دي بتحصل في أماكن تانية زي فنلندا وكندا وأجزاء من أمريكا، وبتخلي أي حد يشوفها يحس إنه في عالم تاني. تخيل بقى إنك تصحى الصبح تلاقي الشارع مليان بكور تلج عملاق، هتفتكر مين اللي لعب بيهم بالليل؟
تخيل معايا كده تصحى الصبح تفتح الشباك فتلاقي المطر بينزل بلون احمر غامق كأن السما بتبكي دم. المشهد ده مرعب، لكن حصل بجد في اماكن كتير في العالم، واشهرها في ولاية كيرالا بالهند سنة 2001 لما سكان المنطقة صحيوا على امطار لونها احمر غامق فضلت تنزل لاسابيع. الناس هناك كانوا مرعوبين وافتكروا ان دي علامة على كارثة او نهاية العالم، والعلماء بدأوا يدرسوا الظاهرة واكتشفوا ان السبب كان وجود كائنات دقيقة مجهرية اللي هي طحالب او ابواغ فطرية في السحاب، واللي لما اختلطت بمية المطر خلت لونها احمر. وفي بعض الحالات المطر بياخد لون مختلف زي الاخضر او الاصفر او حتى الاسود، وده بسبب وجود غبار او رماد بركاني او ملوثات في الجو. والغريب ان المطر الدموي مش ظاهرة حديثة، في تقارير عن ظهوره في اوروبا في القرن ال15، واحيانا اللون الاحمر بيكون بسبب الرياح اللي بتنقل الرمال الصحراوية الدقيقة لمناطق بعيدة، فبتمتزج مع المطر وتديله اللون الاحمر او البني، زي اللي حصل في اسبانيا سنة 2014 لما المطر نزل بلون طوبي بسبب الرمال اللي جت من صحاري افريقيا. ورغم ان العلماء قدروا يفسروا الظاهرة دي، الا ان كل مرة المطر الاحمر بيظهر بيعمل حالة من الرعب والاثارة كأنه مشهد من فيلم رعب واقعي. تعالوا مع بعض نتمشى شوية كده في البرد ده بالليل، بس ما تتخضش لما تلاقي فجأة الهواء بقى متجمد لدرجة ان كل حاجة حواليك تتغطى بطبقة جليد في لحظات، وحتى الناس اللي واقفة بتتجمد وهي في مكانها. المشهد ده حصل بالفعل في اكتر من مكان في العالم بسبب موجات الصقيع الشديدة والعواصف الثلجية المرعبة. وفي سنة 2016 مدينة نياجرا فولز في كندا شهدت تجمد الشلالات بالكامل، وده خلى المشهد كأنه خارج من فيلم خيالي. كل المية اللي كانت بتتدفق بقوة اتحولت لكتلة جليدية ضخمة، وحتى الشجر والطرق حوالين الشلال اتغطت بطبقة سميكة من الجليد كأن الزمن وقف. وفي شيكاغو سنة 2019 درجة الحرارة نزلت لسالب 50 درجة مئوية بسبب عاصفة قطبية، والبرد كان قوي لدرجة انه خلى اي حاجة تتجمد فورا، حتى المية لو نزلت من الحنفية كانت بتتحول لجليد قبل ما تلمس الحوض. الحالات دي بتثبت ان الطبيعة عندها قدرة مرعبة على التجميد. تخيل بقى انك واقف في الشارع والدنيا برد وفجأة تحس انك مش قادر تتحرك، ساعتها هتحس انك بجد في فيلم رعب متجمد. بس كده خلاص، مستنيينكم تكتبوا لنا في التعليقات ايه المعلومات اللي كانت بالنسبة لك جديدة ومذهلة، وايه المعلومات اللي دايما بتدوروا عليها ومش لاقيينها علشان نتكلم عنها في الحلقات اللي جاية. اهم حاجة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد، واستنونا الحلقة الجاية.